السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو اتش؟ عودة حبيبي، عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد ايه لله. اخبارك؟ تمام الحمد لله. بتعمل ايه؟ قاعد على التيك توك. تيك توك؟ يا ابني رمضان جه. رمضان من ابن عمتي؟ يا عم ابن عمتك جه من قطر؟ لا امال منين؟ قطر. انت همك انت صح؟ لا رمضان كريم يا وحوي يا وحوي وكده. يوه حبيبي، كل سنة وانت طيب. وانت عامل طيب، ايه؟ ربنا اصل ما شفتش اعلانات رمضان لسه. بس احنا كنا قلنا هنستعد، مش كنا عمالين نقول من بدري نستعد لرمضان عشان نصلي ونكسب تيجي رمضان؟ فجأة ما نستعد. يلا بينا نستعد، انا معاك ان شاء الله. طيب يلا بقى جهز نفسك عشان عندنا تراويح النهارده. انت النهارده اول يوم تراويح؟ امال ايه يا ابني؟ طب خلاص روح وانا هاجي وراك، اظبط حالي كده، ما كنتش عامل حسابي وانا هاجي وراك. ماشي يا حبيبي حبيبي يا اخي. يا نهار ابيض، انت نايم يا هشام؟ في ايه يا محمود؟ يا ابني انت عارف النهارده كام رمضان؟ كام رمضان ايه؟ النهارده 10 رمضان. 10 رمضان؟ يا نهار ابيض. انت لسه زي ما انت؟ انا مش عارف ايه اللي حصل. انا كنت قايم وراك والله اصلي التراويح. 10 رمضان ايه؟ تلت شهر راح. ازاي طب انا قوم اتوضى. انا هقوم الحق اصلي التراويح النهارده. الساعه العشاء ادنت. انا هقوم اصلي التراويح. استناني ما تنزلش. ما هنزل معاك. ماشي هتوضى واجي لك بسرعه. ماشي. والله العظيم لو بص وراه هيعرف ابنه. هو مين لو بص ورا يعرف هو؟ بص عايز يلف بس يا اسطى. لو لف ظهره هيشوفه اهو. والله العظيم. والله العظيم. يا ابني انت هتنقطني يا ابني. ليه يا عم؟ مش اتفقنا نعبد ربنا في رمضان ونكسب رمضان يا ابني، وربنا يغفر لنا ذنوبنا كتير. طب انت عارف النهارده كام رمضان؟ النهارده 20 رمضان. فعلا دي الحلقه ال20 بجد، عندك حق بجد والله. والله. طب انت عارف ان ال10 الاواخر دول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسيب اهله وبيسيب الناس دول كلهم ويروح يعتكف في المسجد؟ بص يا محمود، انا عارف الكلام اللي انت هتقوله، بس انا الدنيا ضاعت مني اصلا. انت جيت صحتني في 10 رمضان. انت بتقول لي ده النهارده 20 رمضان، انا ما عملتش اي حاجه ولا صليت تراويح. فلقيت نفسي المسلسلات سحلتني ودخلت فيها فبتابعها. مش عارف اعمل ايه خلاص. يعني هو الواحد لما تضيع منه جزء من الشهر يضيع الشهر كله ويقول خلاص بقى على الله العوض؟ يعني هم ال10 ايام اللي هعملهم هيجيبوا لي ال10 ايام دول فيهم فرصه ان ربنا يغفر لك، فيهم فرصه كبيره جدا ان ربنا يعتقك من النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله عز وجل له عتقاء من النار وذلك في كل ليله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اعتبر ان اول رمضان ده كله خلاص فات، خليك في ال10 اللي جايين دول. ادرك ما تضيعش كل حاجه. انت دلوقتي رمضان جه عليك صح؟ ممكن السنه الجايه لا قدر الله رمضان ما يجيش، يبقى نستغله ولا ما نستغلش؟ محمود انت عندك حق، انا عارف الكلام اللي انت بتقوله ده، بس انا مش عارف اعمل ايه. يا ابني يا حبيب قلبي، انت بتعمل ذنوب وانا بعمل ذنوب وكلنا غرقانين في الذنوب. جات لك فرصه ربنا يغفر لك، فرصه من ذهب وسهله. يعني لو بدات اصلي التراويح من دلوقتي هلحق رمضان؟ طبعا في حاجات كتير مش هيضيع مني. مش هيضيع منك. الله عز وجل يقبل بخواتيم الاعمال. لو عملت في اخر رمضان واجتهدت وقلت يا رب انا نفسي تغفر لي هيغفر لك. ربنا كريم جدا، يعتق الرقاب وذلك في كل ليله. كل ليله يعتق رقاب الناس. طب قول لي اعمل ايه عشان اخد ثواب ليله القدر دي؟ هقول لك على حاجات لو عملتها في ال10 الاواخر دول وش كده انت ليله القدر في ايدك باذن الله. بالله عليك. بالله عليك. طب قول يا عم، ايدي على كتفك. اول حاجه تصلي التراويح كل ليله. يعني بعد اول ما تفطر تقوم لابس ومظبط نفسك وتنزل على المسجد تصلي العشاء وتصلي التراويح لاخر ركعه مع الامام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قعدت صليت مع الامام لاخر ركعه خلاص انت كانك قمت الليله كلها. تمام. تاني حاجه تصدق. لو كل يوم 5 جنيه حطيتهم في صندوق المسجد يبقى انت ليله القدر خير من ايه؟ من 1000 شهر. يعني مش 1000 شهر، ده خير من 1000 شهر. تخيل بقى لو انت طلعت ال5 جنيه دي في ليله القدر، يعني 5 جنيه اضربها في اكتر من 1000 شهر. كل يوم بتتصدق ب5 جنيه. تخيل لو كل يوم كل ليله من الليالي ال10 دي اتصلت بحد قريبك، عملت صله رحم، اطعام، لو معاك فلوس اطعم كل يوم مسكين واضرب فخير من 1000 شهر. كل حاجه هتعملها في ال10 ليالي دول اضرب في خير من 1000 شهر. بس انت اكتر حاجه تركز عليها القيام. ليه؟ عشان الحديث من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم من ذنبي يعني كل الذنوب يا هشام. تفوقتنا يا محمود والله. انت لازم تفوق عشان مفيش وقت. الكلام ده انا كنت محتاج اسمعه فعلا. والله العظيم بجد لازم تفوق عشان مفيش وقت. هما ال10 الاواخر خلاص بدأوا، يبقى انت لازم تقول يا رب انا اهو هرجع، يا رب انا فقت، وربنا كريم وهيغفر لك وان شاء الله يعتق رقبتك من النار. مش سامع مسلسلات تاني؟ ربنا يبارك لك ان شاء الله. من الليله دي مش هضيع ليله قيام. ويلا بقى هنروح نصلي دلوقتي. مش خلاص بقى. اللي خليها الليله الجايه بقى. لا مش هينفع، لازم دلوقتي. يلا بينا.